السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شهوات جميله كيتشن. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله مقروط بريستيج كيجي معلك. الى المقادير. بسم الله على بركه الله. عندي 200 غرام ديال السميده، هذيك الخاصه بالحرشه ولا بالمقروط ديال الحلويات. كنديرها في واحد المقله، كنحاول ما يمكن نوزعها على المقله كامله. غادي نديرها فوق يعني بوطه وتكون العافيه مهيله باش هذيك السميده كتاخذ لي واحد اللون ذهبي وكتجيني زويونه. دائما مع التحرك باش ما تحرق لياش، غير كتاخذ لي اللون الذهبي كنديرها في واحد الجبانه باش تحبس ليا الطياب. بالنسبه لتتمه الوصفه كما قلت لكم، انا هنا عندي السميده اللي حمرت، ها هي خليتها بردات ليا يعني تكون بارده. عندي هنايا صابلي هنريت ولا اللي عجبكم. انا هنايا خديت داك اللي فيه 85 غرام. يمكن لكم ديروا ديال الكوك، يمكن لكم ديروا العادي، يمكن لكم ديروا شي صابلي يعني كان عندكم. عبروا 85 غرام وطحنوا. عندي نص كاس ديال ما زهر، معلقه كبيره د الزبده، وعندي العسل حسب الخليط. يعني العسل انا غادي نعطيكم شحال من معلقه اللي درت في هذا المقروط هذا. غادي ناخذ هذاك الصابلي ديالي غادي نطحنو، يعني غادي نردو غبره. هو علاش درت الصابلي مع السميده؟ كنعرفوا السميده حرشه. شكون اللي غادي يرجعها لي شي شويه رطبه، اما بحال مثلا هكا الصابلي اولا الدقيق نقدر نحمرو وندخلو عليها. انا هنايا درت الصابلي منه يعطيني لوغو ومنه غتيجي حتى هو زويون. لحقاش الا خليت غير السميده بوحديتها يعني غادي تجيني دايره ما غتعطينيش الطوع انني نديرها في ليمول. غنطحن كما قلت لكم الصابلي ديالي مزيان حتى يولي عندي على شكل طحين غبره. هو هذا. غادي نزيد عليهم داك المعلقه كبيره تكون ديال الزبده ندوبها بطبيعه الحال. الزبده يعني معلقه تكون بومبي تقريبا واحد 20 غرام هكاك، يعني عامره. صافي غادي نحاول ما امكن غادي نبسبس هذاك السميده وهذاك الصابلي اللي طحنت، وغادي نجمعهم بداك نص كاس ديال عصير ديال ما زهر. ما عندكمش هذاك ما زهر يمكن لكم ديروا نص كاس ديال الماء وديروا فيه واحد الساشيه ديال الزا ديال الزهر، اولا الا ما كايناش الساشيات وكاين دوك القطرات ديال الزهر ديروا واحد القطره ديال الزهر فداك نص كاس. تقدو تعوضوا حتى بالفاني، حتى الفاني كيجي زويون. غادي نديرو في نص كاس ديال الماء ونخلط مزيان وغادي نخلط به. غادي ندير المعلقه الاولى، ها نتوما يعني راه غير كيحس ليا بداك سميتو راه كيجيني معلك. وشكون اللي عاوني في ان داك السميده تجيني معلكه كما قلت لكم؟ الصابلي. هنا درت هاد المعلقه الثانيه صافي وغادي نعجنو. غادي نخلط هادشي هذا كامل مزيان. صافي ها نتوما هي راه كتجمع، يعني باش يمكن ليا انني ندير في وسطها العقده ديال التمر يعني ونديرها في المول كتجي عاديه. غادي نزيد المعلقه الثالثه، لقيتها ناشفه غادي نزيد المعلقه الثالثه. يعني راه كنعرفوا بان السميده راها كتنشف. انا باش عجبني هذا المقروط ما كيتقلى ما يدخل الفران ما والو، يعني غير هكا كلشي عندي طايب محمر ناضي يعني وكيجي بنين وما كيجيش شارب لا زيت ولا عسل. يعني غادي تجربوا ان شاء الله، واخا تجربوا غير كميه قليله جربوه وردوا عليا الخبر. انا هنايا عندي واحد تقريبا واحد 125 غرام ديال التمر المعجون، زدت عليه معلقه صغيره تكون عامره ديال هذا ديال الزبده، من الاحسن تكون الحيوانيه. عندي واحد ماشي 4 كاس ولكن تقريبا راه تما غير واحد 3 المعالق كبار ديال ما زهر، وزدت عليه البرتقال المعسل داك الليمون المعسل، عطاه واحد المذاق رائع زوين بزاف. صافي كنعجن هادشي. هنا يمكن لكم تزيدوا بحال مثلا هكا شويه ديال الزنجلان، شويه ديال القرفه كتواتق بشكل زوين مع الليمون.
شويه ديال الباديان الا بغيتو. القرنفل لا، القرنفل كيجي شي شويه مر، ولا تقدروا تزيدوا بحال مثلا هكا شويه ديال الزنجلان محمر ومهر يعني مصهد، وماشي مصهد يكون محمر لحقاش ما غيتقلاوش، يكون محمر وهذا، ويكون شويه دايزه في الماكينه، يعني غير واحد شويه نطحنوا نفرفشوا، او لا اللوز ولا الكركاع ولا المهم يكونوا محمرين، ونزيدهم في هذا التمر ديالي. انا خديت هاد ليمون وحده على شكل ديك الثلاثيه والاخرى على شكل وريضه، راه موجودين في الاسواق، هادو رخاص ما غاليينش، كيديروا واقيلا شي 300 وشي حاجه، شي 320 ريال ولا 340 ريال. كندهنهم بالزيت باش كنتفادى ان المقروط ديالي يلصق ليا فيهم. كناخذ واحد الكميه من ديك السميده وداك سميتو اللي خلطت في الاول، كنكورها، كندير واحد الحفيره، كندير واحد شويه ديال الزيت باش كنحيد منه داك ما كيبقاش يلاصق ليا في اليد. كندير كويره ديال التمر وكنسد. بالنسبه هذا بالنسبه للسميده الا لقيتوها ولات كتشحت لكم واحد شويه، ضيفوا لها واحد شويه ديال العسل، ما كاينش المشكل. صافي، وغادي ندخل هذوك الكويرات في دوك لي مول ديال السيليكون كما قلت لكم، المول اللي عندكم. تقدروا ديروهم غير بهذوك دوك الطوابع ديال الصابلي اللي ولاو جداد، شوفوا كي كيجي فيهم المنظر غزال، حتى المذاق غيعجبوكم، كيجيو معلكين مع داك التمر. كما قلت لكم هذا ديروا هذوك القطاعات ديال الصابلي اللي ولاو جداد، حتى هما كنستعملوهم. صافي، غادي نمشي بنفس الطريقه كما قلت لكم، جربوا كميه قليله، وديك الساعه كما قال الا بحال مثلا هكا عجبني غادي نزيد نزعم ندير كميه كبيره. بين وبين مهم لكم الاختيار، انا بعدا متاكده انه غادي يعجبكم حيت كيجي معلك وما كيجيش شار لا زيت ولا عسل. وتخليوها في الكونجيلاتور حتى تقرب لكم ان شاء الله، بحال مثلا هكا الا وجدتوه لشهر الفضيل كان بحال مثلا هكا مازال واحد نص ساعه ولا كنجبدو كنخليه كيطلق، وهذا ديروه مع حريره ولا شوربه ولا كيجي رائع. صافي، انا غادي نكملهم وغادي نخليهم حتى يشدوا ليا لا فورم مزيان، عاد تنحيدهم من هذا، عاد تنحيدهم من ليمول ديالهم. ها نتوما الا كنتو كتشوفوا بان السميده ديالكم ولات كتشحت واحد شويه، كنضيف لها واحد شويه ديال العسل وكنكمل الخدمه ديالي، يعني كنضيف داك شويه ديال العسل ونعاود ندخلو في هذيك السميده بحال هكا، يعني راه الطريقه راه موضحه. صافي، وغادي نكمل تنسالي ان شاء الله ليمول ديالي. انا ساليت الكميه اللي عندي هي هذه، غادي نخليها يعني في هاد ليمول هادو حتى تشد ليا لا فورم، عاد نحيدو. المقروط ديالي انا هو عندي واجد، كما قلت لكم تقدروا ديروه في الثلاجه اولا تخليوه في شي بلاصه اللي تكون بارده شويه باش تشبر لكم هذيك السميده مع السميده. كتعرفوا بان العسل وهذا غير هذا كيتعطل واحد شويه، يعني كيجيني المقروط ديالي واقف. انا هنا درت 2 شكيلات، جربوا بحالي كما درت، يعني كميه قليله. بالنسبه للزواق انا غادي نزوقهم ان شاء الله. هو الزواق كيكون حتى الاخر، يعني حتى اخر لحظه فاش نجي نقدمهم عاد غادي نزوقهم. كما قلت لكم تنجبدوهم من الكونجيلاتور واحد، الا بغينا بعدا نكونجوليوهم في الاول اش كنديروا، كناخذوا بلاطو كنديروا الحبيبات ديال دوك المقروط ديالي كندخلهم في الكونجيلاتور. صافي، غير كيقصح ليا داك المقروط كنحيدو وكنجمعهم كاملين، اما في بلاستيكه خاص بالكونجيلاسيون اولا في شي بواطه. فاش كنجي نجبدهم كيجيني سهل في الجبيد، كنجبدهم نص ساعه قبل وكندير لهم التزيين ديالهم حتى لاخر لحظه، يعني حتى كنبغي نحطهم عاد تنزوق. انا هنايا زوقت بدوك النجيمات كيتباعوا عند مالين الحلويات بالعبار، وزوقت بهذاك الحبيبات الشكلاط، شوفوا على منظر كيجي فيهم رائع. حتى المذاق كنعرفوا بان التمر كيتواتى بشكل رهيب مع السميده اللي كتكون عندي محمره. بالنسبه لهذوك الوريضات درت هذوك سميتهم داك الشكلاط، دوك تيقول لهم سيل بوافغ، هذوك الحبيبات ديال الشوكولا راه كيتباعوا عند مالين الحلويات، طويصه ب5 دراهم. المهم كما كنقولوا نعاود، الزواق كيبقى اختياري، هما راهم مزوقين راسهم بيديهم، غير كان تنزيدوهم واحد الجماليه وصافي. هما هادو هانتوما كتشوفوا.
هذا هو الشكل النهائي ديال المقروض ديالي. ها نتوما شوفوا كي كيجيو روعه غزالين، اللوين ديالهم مذهب. كما قلت كلشي معجون فيهم، كيجيو بداك التمر من الداخل معلكين. كنتمنى البنات ان شاء الله غادي تجربوهم وغادي يعجبوكم بحول الله. ما شاربين لا زيت لا والو. كنتمنى من الفيديو ديال اليوم ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. في امان الله.